هندخل بعد كده على اول زاويه في تمرينه الظهر، هتبقى بنت اوفر بار رو. هتمسك البار اوسع من مستوى كتفك حاجه بسيطه، ترجع خطوتين كده لورا وتتني ركبتك سنه صغيره، حاول تسحب البار للاخر على بطنك. طبعا المجموعه الثالثه هتبقى الوزن فيها تقيل، فحاول تلبس فيها الستراب. ما تلبسش الستراب في اول مجموعتين الاولانيين كده خفاف، حاول تعتمد شويه على ريست ايدك ان هو يبقى قوي، وتحاول ان الفور ارم كمان يقوى معاك. البس الاستراف في الثالث والرابع مجموعه وهات اخرك فيهم. تاني زاويه دبابه في الظهر هتبقى لات بول داون بالهاندل وسط اللي بتتمسك من بره، ما تمسكش الهاندل عاديه، حاول تخلي مسكتك كده من بره نيوترال بالطول، وتقرص للاخر على اللات وتطلع بالراحه. ما تحاولش ان انت تفصل اللات في ولا عد، يعني انزل للاخر بس ما تطلعش للاخر، قبل اخرك بشويه صغيرين انزل تاني. ويلا بينا على الزاويه الثالثه، هتبقى على الكابلات ستريت ارم بول داون. هتمسك الزجزاج واسع شويه وتخلي كوعك دايما لبره، هي دي التركايه اللي هتحس بيها اللات بتنفجر معاك في التمرينه دي. خلي دايما كوعك سنه صغيره مرمي لبره، وانت بتطلع وانت بتنزل ما تتنيش كوعك خالص، خليه زي ما هو، هي عشان كده اسمها ستريت ارم بول داون. واخر زاويه في الظهر يا دبابه هتبقى رو ماشين، بس هنلعبها سنجل ايد واحده بس، ونخلي ايدينا مقلوبه ريفرس هاند جريب، وتحاول انك تسحب الوزن بكوعك للاخر خالص، تقرص على اللات وتنزل تعمل ستريتش للاخر خالص. خلي رجلك عامله زي ما انا عامل في الفيديو كده، رجل ورجل، وخلي دايما الرجل اللي انت بتلعب بالايد بتاعتها هي اللي موجوده فوق، هي اللي ثابته عشان تعرف تزق بيها كويس. ويلا بينا على زاويتين الترايسبس بتوعنا. هنخش اول زاويه على الكابلات، هنحط الفيت ضيقه من فوق ونحاول نستريتش للاخر فوق خالص، ونسكويز قدام للاخر خالص. ما تحاولش ان انت تسحب على رجلك، حاول تعمل ارش كده خفيف زي ما انا عامل بنت اوفر كده لتحت، وتحاول انك تزق الوزن دايما لقدام لتحت خالص. تاني زاويه في الترايسبس واخر زاويه في التمرينه كلها هتبقى دمبل اكستنشن، بس ايد واحده بس، هنلعب سنجل، وتحاول انك تنزل لتحت الاخر خالص، وانت بتطلع ما تفردش كوعك للاخر خالص، خلي دايما الاسترتشنج اللي لتحت هو اللي مظبوط. ولو لقيت كوعك بيفتح منك سنه صغيره وانت بتنزل عادي جدا، المهم دايما انك تنزل للاخر. مرونه مفاصلك دي ملهاش اي علاقه بالتمرين. وهنا كابتن حمو علي كده كان حاول يروش شويه، بس انا مرضيتش ان دوره يبقى صغير معانا في الفيديو ده، فقلت لزغلله يديله واحد فيديو.